مهرجان التحرير، هذا العرس الوطني الكبير. هون في هاي الساحة مجتمع سوريا كاملة بكل مكوناتها وكل أطيافها، لحتى تكذب الرواية المضللة لبعض الشخصيات اللي طلعت امبارح وعم تدعي حماية الأقليات وعم تطلب حماية الأقليات. نحن أبدا ما أسانا للأقليات، نحن عم ندعي لسوريا واحدة. هاي الشخصيات اللي شفتوها بالفيديوهات نحن كنا عم ننتظر منهم يطلعوا يعتذروا من السوريين، هن اللي طالبوا بقصف السوريين بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة. خجلوا على أنفسكم. أمهاتنا حتى الآن عم تدور بيديها وعم تنبش بسجن صيدنايا لتطالع أولادنا. بيوت العزاء بسببكم انتم وسبب المجرم الاسد لحد الان منصوب لاهلنا. نحن اللي بدنا نبني سوريا الحديثه، سوريا الجديده كلياتنا سوا، لكن اول اساس هي دولة العدل والمؤسسات. اول شيء هو العدل، واول شيء بالعدل هو محاسبة المجرمين امثالكم. المجرم مو فقط اللي مسك بارود وقوسنا، المجرم مو بس اللي قصفنا بالكيماوي، المجرم اللي حرض على قتلنا تحريض علني وطالب بقصفنا بالكيماوي والبراميل المتفجرة. قسما بالله ما أننا نسيانين. انتم يفترض الآن تكونوا في مكانكم في بيوتكم عم تنتظروا المحاكمة اللي راح تحاكمكم محاكمة عادلة. لا تقلقوا، بالمحاكمة العادلة بالقضاء وبالحق راح تتحاسبوا بإذن الله رب العالمين. نحن ما عندنا أي اعتراض على المطالب اللي عم يطالبوها أبدا، نحن مع سوريا الموحدة، سوريا المدنية، لكن هذول اللي عم تهاجموهم اللي هن نحن الآن عم نحرر المناطق المحتلة من قسد لنعمل سوريا واحدة، سوريا لكل السوريين بكل اطيافهم. فلا تزودوا علينا وما رح نقبل مزاودكم علينا، وباذن الله رب العالمين رح نبنيها مثل ما بدنا نحن ابناء سوريا، مو مثل ما بدكم انتم كمجرمين وشبيحه. انتم مكانكم في المحاكم باذن الله رب العالمين. سوريا هي في هاي الساعه في المسيحي وفي الدرزي وفي المسلم السني وفي من كل اطياف المجتمع، كلياتهم لكم مشاركين بالعرس الوطني. سوريا الان طائفتين فقط، هي طائفه احرار الاحرار وطائفه العبيد، عبيد الاسد اللي رجعوا من اول وجديد يشتغلوا لاجندات خارجيه وينكشوا على الثورات ويقولوا نحن بدنا نحمي الاقليات. ليش؟ مين تعدى على الاقليات؟ مين عمل تصفيه على اساس عرقي في سوريا؟ مين اللي نشر الطائفيه؟ مو نظامكم المجرم هو اللي نشر الطائفيه وانتم اللي نشرتوا الطائفيه. نحن ما طائفيين، نحن سوريين، نحن اولاد البلد، نحن اللي صبرنا 14 سنه في الخيام وتحت القصف، واهلنا اللي صبروا في هاي المناطق لحتى اسقطها هذا النظام المجرم. باذن الله راح نبني سوريا الحره، ننهض فيها بالمؤسسات، المؤسسات اللي جينا لقيناها فاسده، اللي سرقها النظام واعوانه، اللي هدموها، راح نبنيها ان شاء الله ونلقى في وطننا ليكون بمصاف الدول المتقدمه، لانه نحن كفاءات راح نشغل كفاءاتنا باذن الله، كفاءات السوريين من مختلف المناطق لنلقى بهذا الوطن. لكن هذا الوطن راح نبنيه وراح نرقى بهاي المؤسسات ونرقى في وطننا كلياته ونبنيه، لكن بعد حساب المجرمين باذن الله، بعد ما يتحاسبوا هذول المجرمين اللي تلوثوا بدماء الشعب السوري. اهلنا في المناطق المحرره عموما قديما وحديثا لا تقلقوا، ما نسيانين المجرمين. اقسم بعزه الله ورب الانتصارات لن نهدأ حتى يحاسب المجرمون. كل انسان اجرم بحقهم حتى لو كان في كلمه او في تغريده تبع قصفوهم بالبراميل والكيماوي والخزانات. ما نسيانين، لا تفكروا اننا نايمين، لا تفكروا انتم خلايا نايمين. اذا انتم خلايا نايمين ترى نحن فايقين، كنا واثقين يا ان نحن فايقين، وباذن الله ما راح نسمح لحدا يسرق منا مكتسباتنا وثورتنا ووطننا. وسوريا راح نبنيها للجميع، يعني للجميع، للسوريين اللي هن بدهم مصلحه هذا الوطن. اما اللي بدهم يهدموا هذا الوطن فاقسم بالله لا ينداسوا، راح ينداسوا وراح نحاكمهم ونحاسبهم ان شاء الله.